السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد. عندنا رسيفر سالك، هنبدأ نوصله باور. زي ما احنا شايفين الرسيفر كاتب معايا بوت، بس في ملاحظة صغيرة. ناس كتير بتقول لك ده ممكن شحن فلاش. في ملاحظة صغيرة، تركز كويس جدا مع الإضاءة بتاعت العدسة. إضاءة العدسة فيها هفتان، يعني الإضاءة بتزيد وتخس، تزيد وتخس، في تذبذب كده في الإضاءة. الإضاءة بتعلى وتوطى، تعلى وتوطى. فعلو وطول الإضاءة دي مش شحن فلاش، لأن كده الفولت مش ثابت. فخليكم معانا، هنفك الريسيفر مع بعض كده اهو، وهنبدأ نرفع فولتيات الريسيفر ونتأكد إذا كان عيب فولتيات أو شحن فلاش. بس 99% لما بيبقى في تذبذب في البانل بتاع الريسيفر، الإضاءة بتاعته متذبذبة كده، بيبقى مشكلة فولتيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نوصل الريسيفر مع بعض عشان نظبط العدسة كده. الريسيفر جاب معانا بوت، هنبدأ نجيب الافو بتاعنا. طبعا انا شغال بباور سبلاي بتاعي مش بتاع الزبون. هنبدأ ندخل على الاس 47 اللي هو بيطلع لي 5 فولت. شايفين الاس 47 بيطلع معايا كام؟ بيطلع معايا 4.2 فولت. اذا في مشكلة عندي في الاس 47، لان الفولت الرئيسي ال 5 فولت طالع معايا 4.2. هنا موجود عندي 1.6، دي المفروض تكون 1.8. هنا ال3 طالعة 3 فولت بس. هنا ال1.2 بتاعت المعالج طالعة تمام، مفيش مشكلة فيه. ال5 فولت طالعة 4.2، مخفضة معايا جميع الفولتيات. هنبدأ نعمل الريسيفر مع بعض. ندخل على الميكروسكوب، اقفل الميكروسكوب. هنبدأ ندخل على الميكروسكوب كده مع بعض. وأول خطوة هنعملها هنغير اس 47. الريسيفر جاي من عند صنايعي زميلنا حبيبنا، يعني تعبان شويه ربنا يشفيه. هو عمل له اختبار سريع كده على الباور، فقال لي ده شحن فلاش. جيت اختبرته عندي هنا، وصلته على الباور، لقيت موضوع الذبذبه في الاضاءه بتاعت البانل. فعرفت ساعتها ان في مشكله في الفولت بتاعه. ده اس 47 هنرفعه، وهنجيب اس 47 جديد. نطلع واحد، هنعدل الاس 47 على الاتجاه بتاعه. ادي النوتش على البورده، العلامه على البورده والعلامه على الاي سي. نبدا نظبطه. العطل ده بسيط بالنسبه للفنيين كتير، بس في ناس برضو ما تعرفش. فاحنا لازم ننزل كل حاجه ونشرحها، لان الهدف من القناه انها قناه تعليميه. طبعا مش انا ما بعلمكمش حاجه، انا ببلغكم الرساله اللي وصلتني، يعني الحاجه اللي انا عرفتها ببعتها لكم. فمحدش يحطني في مكان اكبر من مكاني. يعني المعلومه اللي عندي البسيطه جدا بوصلها لك، عشان محدش يعلق يقول لي قناه تعليميه حضرتك مش عارف ايه. لا يا فندم، انا عندي مع شويه معلومات بسيطه على راجل غلبان على يدي. خد مني المعلومه وكمل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. نعمل عمليه تبريد، نتاكد ان الرجول بتاعتنا كلها متصله. كده تمام. تعالي لي هنا، هنبدأ نسمي الله ونوصل. انا من غير ما نرفع الفولت اضاءة البانل ثابتة معايا.
الريسيفر جاب اون، فتح معايا الريسيفر. هنبدأ نرفع الفولت مع بعض على الاس 47. ادي على الملف زي ما احنا شايفين طلعت معايا ال5 فولت تمام مستقرة. الريسيفر اشتغل معايا. هنعمل تيست ونوصله على الشاشة. وهدفنا زي احنا ما قلنا ان احنا بنحاول نوصل المعلومة اللي موجودة عندنا. القناة دي تعليمية، يعني هدفها الاول والاخير ان المبتدئ في الصيانة يبقى عنده اساس يتحرك عليه. زي ما احنا شايفين الريسيفر اشتغل، الشارة تمام. هنفصل ده. فالقناة بتاعتنا زي ما قلنا قناة تعليمية. مش معنى ان انا قناة تعليمية ان انا راجل محترف او راجل مدرس. لا لا لا، انا راجل بسيط عندي معلومة بسيطة على يدي، بنحاول العلم البسيط اللي انا توصلت له ان انا اوصله لك. لا بدعي ان انا فاهم ولا حاجة. اتمنى انكم تدعموا القناة بلايك وشير واشتراك وتعليق. ما تنسوش، بيكم بنستمر.